بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وسكودا أوكتافيا 2014. حادث مؤثر بالسيارة وشغل بالقوايم الستة. طبعا القوايم الستة مشغولة لأن العربية دي اتقلبت ومغيرة قشرة السقف والقوايم مشغولة. طبعا الراجل اللي بيبيع العربية كان في حصة في مكان ما في بنزينة، وطبعا ما طلعش في التقرير بتاع البنزينة الشغل اللي موجود قدامنا، لان كده القوايم مشغولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض 6 قوايم، وقشرة السقف طبعا متغيرة. طبعا احنا هنعرض التقريرين دلوقتي، التقرير بتاعنا والتقرير اللي كان الراجل اشترى بيه اللي هو البايع وهو بيشتريها كان في حصة. طبعا ما طلعش الكلام ده في الفحص، ولا كتب له ان العربية مقلوبة ولا مغيرة السقف ولا شغل في القوايم. هنشوف كده احنا مع بعض، عشان طبعا بنحذر الناس وننبههم ونقول لهم يا جماعه انت بتشتري عربيه افحص العربيه في اي مكان يعجبك، لازم مكان يكون ثقه عشان تقدر تطمن على الفلوس اللي انت هتدفعها، لانك انت هتدفع طبعا فلوس كتيره جدا في عربيه سكودا اوكتافيا 2014. هنا طبعا التقرير بتاعنا موجود في الحادثه، موجود قدام مننا، ده تقرير البنزينه اللي فحصت فيه بيقول ان العربيه سليمه. طبعا احنا بنحذر الناس وبننبههم نقول لهم يا جماعه من فضلكم افحص العربيه، لان العربيه طبعا مكلفه جدا. بدل ما تلبس في عربيه وافحصها في اي مكان يعجبك، تلبس في عربيه بعد كده تيجي تبيعها او تيجي ترخصها او تيجي تركبها، فطبعا انت هتتعقد منها. طبعا دي رساله توعيه من مركز الخطيب لفحص السيارات. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه